السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كفتة داوود باشا. هطلع معانا كمية وفيرة جدا من ربع كيلو لحمة، والشكل زي ما انتوا شايفينه طالع ما شاء الله جميل. يلا معانا نشوف الطريقة. معايا ربع مفروم، بصلة، معاها فلفل احمر انا ضرباها، والبهارات ملح فلفل توابل لحم، في ربع كوباية من البقسماط، وبيضة، وحوالي نص ربطة بقدونس. طبعا قطعيه رفيع. انا بعصر البصل بالشكل ده. طبعا المية دي يا جماعة بلاش ترموها، انا بعينها في برطمان في الفريزر بستخدمها في التتبيلات. احنا بقى نحط كل حاجة معانا على اللحمة والبيضة، ونبدأ اهم حاجة نعجن كويس، نخلطها كويس بالشكل ده. هي الوجبة دي لو هنقول هنعملها اخر الشهر او كوجبة موفرة، ممكن تكفي 5 افراد كويس جدا. هتقولولي ربع كيلو لحمة هيكفي 5 افراد؟ طب احنا هنشوف مع بعض دلوقتي هي هتطلع لنا ايه. انا معايا طبق كده فيه مية عادية خالص، ممكن تحطي فيها شوية فلفل اسود بس تنكهي المية كده. تبدأي تعملي حجم الكرات بالحجم اللي انتي بتحبيه، عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة. انا كنت عاملاها كبيرة بصراحة، يعني هي لو انتي عملتيها اصغر هتطلع معاكي عدد اكتر من اللي انا هقوله في الفيديو. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان احنا كنا نعجنها كويس مع المكونات اللي حطيناها كلها. هي ان شاء الله هي مش هتفك معاكي، وهتبقى متماسكة وجميلة بسبب البيضة اللي احنا حطيناها. هتبداي بقى تشكلي كده الكمية كلها. انا مرضتش اقطع الفيديو، يعني اعملها مثلا كرات وارجع لكم، لا انا قلت هعملها كلها قدامكم عشان تشوفوا الكمية. انا ما حطيتش حاجة، هو ده الربع كيلو لحمة اهو. انا قربت اخلصها معاكم اهي بالشكل ده. خلاص انا خلصتها. طلعت لنا يا جماعة اللهم بارك، طلعت لنا 17 واحدة. تمام، كبيرة، 17 واحدة كبيرة. يعني انت عايزة تعمليها صغيرة هتطلع معاكي فوق 20 براحتك. يعني انا دايما يعني مقولة بقولها لكم دايما، اللي حواليا واهلي واصحابي وكده بيقولوا لي انت ايديكي دايما يا رشا فيها البركة، وبجد يعني اللهم بارك وزد وبارك كده في الحاجة اللي احنا بنعملها، نسمي ونعمل. يعني ما شاء الله هي طلعت كمية جميلة جدا. هنبدأ بقى نعفرها كده بالدقيق او نغلفها بالدقيق. نحط شوية الدقيق ونحرك بس البولة كده، هي هتتغلف دقيق لوحدها. انا بقى في خطوة راحت مني من الفيديو، انا اسفة. ان احنا دي نفس الطاسة اللي انا حطيت فيها شوية سمنة او زيت، وشوحت الكفتة انها تحمر وتاخد لون وشلتها. تمام. وفي نفس الطاسة هنحط توم مهروس، ما تكتريش التوم. تمام. في ناس بتحط في كفتة داوود باشا توم مع بصل، بس انا حاطة بصل في الكفتة، فقلت خلاص احنا هنحط كفاية توم في الصلصة. بنبدأ كده زي ما قلت لك، حطي سمن او زيت، وهنحط التوم، واول ما يبقى اصفر كده لونه ذهبي، يعني نحاول بلاش نغمق التوم. هنبدأ نحط صلصة الطماطم. دي طماطم عادي انا ضربها في الخلاط وعيناها في الفريزر، حطيتها، وحطيت كمان عشان القوام معلقة من صوص الطماطم اللي هو المعلب. وتزودي المية وتحط لها الملح والفلفل. انا بشوف بس الملح بتاعها.
ونبدأ ننزل بكل كرات الكفتة بالصوص بتاعها اللي موجود مكان التحمير. كل حاجة اهي نزلت معانا، ونبدأ نوطي النار ونغطي عليها. ما بتاخدش مثلا هنقول ربع ساعة على اساس تستوى. هتحطي كمية المية دي هتبقى كمية الصوص اللي انت تحبيه، عايزاها كتير عايزاها قليلة. تمام. هتغطي عليها وهتسيبيها 10 دقايق ربع ساعة، هتكون جاهزة معاك احلى كفتة داود باشا. زي ما قلت لك هتعتبر من الاكلات على فكرة الموفرة، من اكلات اخر الشهر. بالشكل ده شايفين، والله هي قاعدة تغلي في مشاعري. شايفين البقبقة دي جميلة، ما اقولكوش كان طعمها ايه بجد، كانت تحفة والله. بالشكل ده بقى هي احنا بنقدمها مع مكرونة اسباجيتي. تمام. يعني هي دايما يعني هي بتتقدم حتى في المطاعم كده مع مكرونة اسباجيتي. براحتك، عايزة تعملي مثلا رز بالشعرية تمام، في ناس ممكن ما بتحبش المكرونة، بس انا بقول لكم هي بتتقدم مع ايه. هي المكرونة كانت اكمني كنت حاطه نقطة زيت كده، فكانت معايا زي ما بيقولوا كده ايه مفرفرة كده، فكانت مش قادرة تثبت كورة في النص، بس هي كانت مفروض تبقى كورة. بس هي زعلانة، حتى الكفتة زعلانة بتقع برضو من على المكرونة. بنبدأ نحط كده في النص على وش المكرونة. مش عارفة هي زعلانة بالشكل ده. تحطي صوص الطماطم بقى كده، زودي بقى براحتك. بجد يا جماعة الطبق ده جميل جدا، يعني مفروض يبقى الطبق ده تعمليه حتى مرة في الشهر على سفرتك. قد ايه جميل وبسيط وسهل، ما خدش مننا وقت خالص. وبرضو هنقول في التكلفة مفيش، ده كل الحكاية ربع كيلو من اللحمة. وزي ما قلت لك هي تكفي 5 افراد 6 افراد كمان لو انت هتعمليها كفتة بحجم صغير. اعملي بقى اي ديكوريشن كده في الطبق، خلي شكله حلو يفتح النفس بالشكل ده كده. انا عاملة كده اشكال من الخيار. كنت عاملة معاك وانا فيديو تزيين بالخيار، اللي عايز يخش يتفرج عليه. ده شكل الطبق. قد ايه شكله جميل ويفتح النفس. اتمنى النهارده كفتة داود باشا تكون عجبكم، ويبقى صنف من اطباقكم. على الاقل اعمليه مرة في الشهر او مرتين، بألف هنا وشفا لكل اللي هيجرب الوصفة.